شرفنا أن نتواجد اليوم في هذه البطولة، بطولة هشام فولاذ، اللي يمكن في السنوات الأخيرة قدرت تبرز على الساحة المحلية وتحيي الجانب الاجتماعي الإنساني للرياضة ولكرة القدم بشكل خاص. فالحقيقة بداية نشكر القائمين على هذه البطولة، وكذلك نشكر الداعمين لهذه البطولة، اللجنة العليا للمشاريع والإرث اللي اليوم نشاهدها في هذا الزاوية اليوم، اللي قاعدة تبرز نشاط ما توصلوا إليه من تقدم في استضافة الحدث العالمي كأس العالم 2022. ولا شك وجودهم في هذه البطولة ودعمهم للبطولة يدعم الكادر البحريني ويدعم الشباب البحريني، وكذلك الشق الإنساني اللي هو دعم ورعاية الكانسر. أعتقد هذه جانب إنساني مهم دعمه، وأعتقد هذه الأنشطة اللي تعتبر يعني social responsibility events أو programs تحت مظلة خلينا نقول الرياضة. أعتقد مثل هذه المبادرات مبادرات جميلة جدا وفيها شق إنساني وكذلك شق شبابي، خاصة احنا في شهر الفضيل شهر رمضان المبارك. وأعتقد هذه بطولة قدرت تجمع الشباب في الممارسة والتنافس الشريف في رياضة كرة الفوتسول أو كرة الصالات. فالحقيقة نشكر اللجنة العليا للمشاريع والإرث على دعمهم لهذه البطولة وتواجدهم في بلدهم الثاني لمملكة البحرين، واعتقد القائمين على اللجنة العليا عملهم جبار وكبير. وطبعا احنا كاتحاد بحريني من اول الداعمين للاتحاد القطري، وكذلك اللجنة العليا واخواننا في دولة قطر لاستضافة هذا الحدث الكبير، وسنسخر كل طاقاتنا لإنجاح هذا الحدث، لأن هذا الحدث كأس العالم 2022 لا يمس فقط دولة قطر بل يمس دول الخليج كل. وكوننا احنا بحرين اعتقد احنا اقرب الدول لقطر سواء من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الجغرافية، فكذلك راح نسخر طاقاتنا لإنجاح هذا الحدث. ووجودهم الآن اعتقد من ضمن البوادر التي سنشاهدها خلال السنوات القادمة في يعني تحريك المياه، وهذه اللي راح تجمع دول الخليج على هذا الحدث العالمي الكبير.